صيباري يا صيباري باذن الله يا صيباري. بسم الله بسم الله. صيباري صيباري الله. مبروك مبروك للمغرب العظيم. مبروك لرجال الله اكبر الله اكبر. جزائر كاوتشيا جزائر كاوتشيا جزائر كاوتشيا جزائر ديما المغرب ديما المغرب. الله اكبر الله اكبر. بولو سعيد امك هيك ماشي راح هيك راح. خلص الحمد لله يا رب. خلص ما بيستاهلوا يربحوا، نحن اللي بنستاهل مو هن. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا الله. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. سير يا مغرب. يستحق المكسب 1,000,000%. ضربات جزاء بجد قاتلة، ضربات جزاء سيناريو قاتل. المنتخب المغربي يصعد إلى دور ال16 بعد الفوز على مركز شباب هولندا. منتخب مغربي بيلعب مركز شباب هولندا. بتعيط على ايه يا ابني؟ يا ابني بتعيط على ايه يا ابني؟ انت عملتوا حاجه يا ابني؟ ياسين بونو لازم يبقى فيه بصمه ليه. بونو لازم والسيباري هو ملك الختام. هي مرسومه كده مرسومه. المنتخب المغربي هو عمل كل حاجه. هي هولندا عملت حاجه يا جدعان؟ هولندا عملت حاجه يا جدعان؟ المنتخب المغربي هو اللي استحوذ وهو اللي سيطر وهو اللي ضيع وهو اللي سجل وهو اللي عمل وهو اللي مع الاستحواذ وهو اللي مع ضياع الفرص وهو كل حاجه. المنتخب الهولندي خايف يلعب وعايز يلعب ضربات جزاء. لعب ضربات جزاء اهدى. مبروك لعبت ضربات جزاء اهدى. خلاص لعبت ضربات جزاء يعني خلاص يعني لعبت ضربات جزاء يعني انبسطت. معاك بونو، مع بونو انت في امان. ضربات الجزاء عامل فيديو على ضربات الجزاء طوال ضربات الجزاء هنزله. مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي. يستحقون الفرحه 1,000,000%. منتخب نضيف بيلعب كوره. منتخب نضيف بيلعب كوره. واستنوا فيديو جاي. ما بيربحوا كل شيء لنا ما بيربحوا. والله العظيم فخر بكل معنى الكلمة. هولندا عم تلعب ضدنا 90 دقيقة وشوط إضافية بس دفاع على الهجمات المرتدة. رسميا تم افتتاح شارع بهولندا اسمه أشرف حكيمي والصيبري. ابلع القم ديما مغرب. فخر والله فخر والله العظيم فخر. شابو للمنتخب. منتخب أوروبي مصنف عالميا. منتخب المغرب النهارده كشف منتخب هولندا زي ما كشف قبل كده البرتغال وزي ما كشف اسبانيا وكشف البرازيل. النهارده الدور كان على الطواحين الهولنديه. لا دي مش هولندا، دي تنزانيا بس قدام مين؟ قدام منتخب المغرب. ايوه اعترف وقول ان احنا عندنا منتخب عربي عالمي. اعترف وقول ان احنا عندنا منتخب عربي بيقدر يناطح المنتخبات الاوروبيه. اعترف وقول ان منتخب هولندا النهارده كان بيدافع بال11 لاعب قدام منتخب المغرب. اعترف وقول ان منتخب المغرب عنده حارس من افضل 3 حراس في العالم. اعترف وقول ان ياسين بونو افضل حارس في العالم بيصد ضربات جزاء. اعترف وقول ان منتخب المغرب عنده حارس مرمى بيحطم رقم قياسي جديد. الحارس الاكثر مشاركه في تاريخ العرب في المونديال. 10 مباريات في المونديال. ياسين بونو عالمي بيصد ضربات الجزاء وهو واقف. انت واخد بالك من الفخر؟ انت واخد بالك من الفجر؟ يعني من الفخر ومن الفجر. ياسين بونو النهارده يا جماعه عالمي. ايوه اعترف. تتفق تختلف، تحب المغرب تكره المغرب، ولكن في الاول والاخر انا فخور بالمنتخب ده. اكرهه براحتك وانتقده براحتك. انا بالنسبه لي فخور بيه. قسما بالله فخور بيه.
يا جماعه النهارده منتخب المغرب كسر حاجز الهيمنه بتاعت اوروبا. يا راجل ده دغدغ وكسر الحاجز والعنجال الكدابه بتاعت اوروبا. يا راجل ده مسك النهارده هولندا، اقسم بالله. يا عم ده يا عم ده حماهم في الملعب، يا عم ده غسلهم في الملعب، يا عم ده اكلهم النجيله. منتخب المغرب النهارده في ضربات الجزاء الركب بتاعتهم بتخبط، ركب منتخب هولندا بتخبط. منتخب هولندا النهارده بيدافع قدام منتخب المغرب بال11 لاعب. نجم منتخب هولندا النهارده حارس المرمى. انت بتتكلم على مين بقى؟ نجوم يا باشا، جاكبو ايه وفان دايك ايه وفان هيكي ايه وفرانكي دي يونج يا باشا. لا، منتخب المغرب داس عليهم. منتخب المغرب بيعمل رقم قياسي عربي جديد، اللي هو لاول مره في تاريخ العرب فريق عربي يصعد للمره الثانيه على التوالي لدور ال16. المره اللي فاتت في مونديال 2022 كان مرشح ان هو يوصل لنص النهائي. الموسم ده بقى انا بقول لك ان هو مرشح للقب. يعني منتخب المغرب لو اخذ كاس العالم مش هستغرب. ما تستوعبش؟ لا استوعب. هتستغرب؟ ما تستغربش. منتخب المغرب لا يقل قوه عن اي منتخب في العالم. مين المنتخب في العالم اللي لو قابل منتخب المغرب هتقول بقلب جامد هيكسب منتخب المغرب؟ مين؟ فرنسا؟ اقسم بالله اشك، اقسم بالله اشك. الارجنتين؟ والله اشك. اهو يا باشا، طلع اسبانيا، طلع البرتغال، طلع هولندا، تعادل مع البرازيل وحط على البرازيل وكان بص مشطفهم كوره. انتوا فخر، قسما بالله انتوا منتخب فخر، وانا مش ندمان ان انا سهرت وطبقت علشانكم. انتوا دخلتوا التاريخ والعالم كله بيحترمكم. ليه؟ لان انتوا كشفتوا العالم ده وكسرتوا العنجهه الكدابه بتاعتهم. انتوا المنتخب اللي لما بتقابلوهم بتلعبوهم ند بند. الركب بتاعتهم بقى بتخبط قدامكم، بقوا يدافعوا قدامكم، بقوا عاملين حسابكم. عاش عاش والله العظيم. شرف، شرف ما بعده شرف ان دوله عربيه مسلمه بتطلع منتخب اوروبي مصنف عالميا. قال له خد يد يا هولندا، يلا انت اخرك يلا انت تنزانيا يلا. منتخب المغرب على موعد تاريخي مع منتخب كندا في دور ال16. كل الدعم، احنا في ظهركم، وان شاء الله وباذن الله واحد احد منتخب المغرب في دور الثمانيه باذن